السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى ان شاء الله الجو ساقع جدا والدنيا طبعا بقى بتشتي، فطبعا الجو ده لازم له بقى اي حاجة كده من حاجات الشتاء الجميلة اللي بتدفي. فقررت النهاردة ان انا اعمل حمص الشام. طبعا ده ربع كيلو من الحمص، انا كنت نقعاه من الصبح اساسا. وجبت هنا معايا دول قطيتين كبار وبصلايه، وده يعني حته شطه هي مش كبيره، انا واخده حته من قرن شطه كبير يعني. وثلاث فصوص توم، ودي ليمونتين انا عصراهم. يعني هاخد حوالي ليمونتين، وبعد كده بقى اللي عايز يزود يزود يعني. وهنا معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة من الكمون. طبعا الحمص هنا زي ما انتوا شايفين انا اصلا كنت جايباه من يومين، وكنت حطاه يعني ركناه كده، كنت يعني ناوية اعمل حمص الشام وكده بس كنت كسلانة. لما الدنيا بقى طبعا بردت بقى كده والجو قلب، قلت لا بقى لازم النهاردة ايه هستغل اليوم واعمل حمص الشام. فهنا طبعا انا كنت نقعاه من الصبح لحد بالليل. هنا زي ما انتوا شايفين بقى كده هحطه في حلة على النار، وهنزل بقى بمعلقة كده من الملح، وهسيبه بقى طبعا ان هو ايه يبدأ يستوي. طبعا علشان حمص الشام يستوي معاكي بسرعة، الحمص عموما يعني يفضل ان انتي تنقعيه فترة كبيرة. كل ما هتنقعيه اكتر كل ما هيستوي معاكي بمنتهى السهولة. هنا بقى طبعا حطيت معاه شريحتين من الليمون، هم اصلا الليمون اللي انا كنت عصراه. خدت اللي هي الشرايح كده اللي على الاطراف منه وحطيتها فيه. هنا بقى جبت على الحمص ما يبدأ ان هو ياخد غلوة كده. جبت بقى الكبة بتاعتي واحط بقى فيها البصل على الفلفل على الليمون والثوم والبابريكا والكمون، يعني يعتبر كل المكونات اللي احنا شفناها في بداية الفيديو. هبدأ ان انا ايه احطها كلها على بعضها، واحط لها حبة مية صغيرين خالص بس علشان ايه تشتغل يعني الحاجات دي تطحن بسهولة في الكبة. وخلاص على كده مش هعمل حاجة اكتر من كده. طبعا حابة تحطي الليمون في الاخر في اخر الحمص الشام براحتك. هنا بقى طبعا كنت سبته يعني خد بتاع حوالي كده 10 دقايق غليان، مش كتير يعني، بمجرد بس ما ضربت القوطة في الخلاط. طبعا قبل ما نحط الخليط اللي احنا ضربناه لازم اول حاجة هعملها ان انا هشيل قشر الليمون، وكمان هشيل الريم اللي موجود على الوش. طيب ليه انا هشيل قشر الليمون؟ لان انا لو سبته اكتر من كده هيمرر فيه، هيقولك لا مش هيمرر ما تخافيش منه. لا للأمانة يعني هو طبعا هيدي مرارة كده بسيطة في قلب المية، فأنا مش عايزة كده، أنا عايزة أخد مزازة بس، مش عايزة أخد مرارة فيه. فكده كده احنا بنعصر أصلا ليمون عليه وكده، فخلاص بقى أنا حطيته كده لمدة ايه 10 دقايق الأولانيين، وبعد كده خلاص هشيله بقى. هنا بقى طبعا الحمص بقى هنا بدأ يغلي معايا اكتر، يعني كده خد حوالي اكتر من ايه من 10 دقايق كده. عايزه اقول لكم هو اصلا ما خدش سوا خالص، هي القصه دي كلها ما كملتش نص ساعه اصلا على النار. والسبب طبعا ان انا نقعته فتره كبيره، فهو كده خلاص يعني ما استحملش بقى. هبدأ بقى ان انا انزل بقى بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط. بصوا ما شاء الله لونه جميل جدا. عايزه اقول لكم كمان وهو بيستوي ريحته نفس ريحه حمص الشام بتاع العربيات اللي احنا بنشتريه من بره، وكنا دايما نقول هما بيعملوه ازاي. بصوا هنا بقى بعد ما استوى، يعني هنا خلاص يعني كان النص ساعة اللي انا قلت لكم عليها كانت خلاص كده يعتبر انتهت. بصوا بقى كل ما غلي اكتر خد بقى اللون الجميل اللي احنا بنشوفه بره. طبعا عايزة تحطي شطة حمرا بقى براحتك، دي اختياري. انا علشان حاطة شطة خضرا فانا مش هحط شطة حمرا تاني فيه، الا اذا بقى في الكوبايات اللي حابب بقى يحط في الكوباية براحته. هطفي بقى عليه بقى كده، وطبعا كنت حاطه له الملح ومظبطاه. وهبدأ بقى ان انا اقدمه بقى في الكوبايات. طبعا عايزه اقول لكم سهل وجميل، وانا للامانه لما بعمل حاجه لو مش يعني مش حلوه مش هشكر فيها، بس للامانه بجد بجد طعمه زي بره بالظبط. وانا شخصيا كنت حابه قوي قوي بصراحه النتيجه. وده بقى شكله النهائي. اتمنى الفيديو لو عجبكم اتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.